مرحبا بكم متابعينا الأعزاء في قناة المغرب نيوز. نحييكم أينما كنتم ونوافيكم دائما بآخر المستجدات من قلب الحدث. أثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا بعدما ظهرت فيه شابة مغربية مراهقة تطلب الزواج من فلوغر كوري خلال زيارته لمدينة الدار البيضاء، في مشهد أثار الكثير من الاستغراب والتعليقات الساخرة والمنتقدة على السواء. وبحسب الفيديو المنشور على حساب اليوتيوبر الكوري على إنستغرام، فقد اقتربت منه فتاة مغربية لا يتجاوز عمرها 16 عاماً، وبدأت في محادثته بسؤالها عن اسمه وجنسيته، وما إن علمت أنه كوري الجنسية حتى تغير سلوكها فجأة وأصبحت تلاحقه بشكل لافت مطالبة برقم هاتفه الشخصي. ورغم رفضه الطلب بأدب، مقترحا عليها متابعته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت الفتاة إلحاحها معبرة عن إعجابها الشديد به بعبارات مثيرة للجدل، من بينها قولها: أنت وسيم جدا، الناس هنا قبيحون للغاية، انظر إليهم. الموقف بلغ ذروته حينما عرضت عليه الفتاة الزواج بشكل مباشر، ما جعله يشعر بالارتباك والدهشة من جرأتها، ليجيبها بأنه لا يزال من المبكر لها التفكير في الزواج، لكنها ردت عليه قائلة: أنت لست كبيرا بالنسبة لي، غير زعم. اليوتيوبر الكوري علق على الفيديو قائلا: لا أصدق أنها تريد الزواج من كوري فقط لأنه كوري، مع أنها مراهقة. أعتقد أن المغاربة قدوة سيئة في تربية الأبناء. الفيديو سرعان ما انتشر بشكل واسع، حيث عبر العديد من النشطاء عن استيائهم من تصرف الفتاة، معتبرين أنه يسيء لصورة الشابات المغربيات، فيما اعتبر آخرون أن الواقعة لا تعكس إلا تصرفا فرديا ولا يمكن تعميمه على المجتمع ككل. يشار إلى أن هذه الحادثة تعيد إلى الواجهة الجدل حول تأثير المشاهير الأجانب على فئة المراهقين، وأهمية التربية الرقمية والتوعية في ظل التحولات الثقافية السريعة التي تعرفها الأجيال الجديدة في زمن الإنترنت.